الحيوانات هي كائنات جميلة ولطيفة عايشة معانا، وفي منها طبعا كائنات مرعبة وشريرة ومفترسة، ولكن في عالم المانهوا الموضوع مختلف تماما. على الرغم من انك ممكن تشوف الموضوع غريب شوية ان انا سايب الابطال والشخصيات الفرعية والشخصيات الشريرة وجاي اتكلم على الحيوانات، ولكن في بعض المانهوات الحيوانات دي بيكون لها تأثير، مش هنقول لدرجة ان هو احسن واهم من البطل، ولكن ليه تأثير مهم جدا بيخليك ممكن تختار انك تكمل مانهوا او لا. خلينا نبدأ بالقطط مثلا. اول حاجة مانهوت إليسيد. القطة دي اسمها كايدن. هو بصراحة كان شخص بني آدم عادي جدا، وكان واحد من المستيقظين في العالم ده. المستيقظين دول هم ناس عندهم قوة خارقة، حاجة زي اكس من كده، لكن دول بتوع عالم المانهوا. كايدن ده كان شخصية أسطورية، فخامة تلاقي، شكل تلاقي، قوة تلاقي، محارب ولا يستسلم ومعاشق للقتال تلاقي. وفي يوم من الأيام كايدن كان مهووس إنه يقاتل أقوى 10 مستيقظين، وحظه ضرب إنه هو قاتل 3 منهم مع بعض، وخلال القتال العنيف والشديد ده اتصاب إصابة خطيرة وكانوا عايزين يقتلوه. فيعمل ايه بقى الباشا؟ لقى قطة في الشارع كانت مليانة وتخينة وشكلها متخلف، فقرر انه يخترع طريقة جديدة وانه يستخدم قوته بتاعت المستيقظين دول انه يتحول للقطة علشان يهرب منهم، يعني مؤقتا، انه بعد كده يبقى يرجع بني ادم تاني. ولكن هنا بتحصل مفاجأة، انه بيلبس في جسم القطة ده لفترة ما، يعني مش هقول لك هيرجع ازاي بعدين، ولكن هو لفترة طويلة جدا بقى محبوس في جسم القطة وما عادش عارف يخرج منه، وبيكون طبعا مصاب بسبب المعركة، والإصابة دي بتنتقل لجسم القطة، يعني بيبقى شكله دلوقتي كقطة مصابة. ومين بقى اللي بيلاقيه؟ بطل المانهوا، اللي هو واد سيس كده وطري شوية وواد كيوت وبيحب القطط واد غلبان، كل حاجات اللي البنات بتحبها يعني. المهم هو بيلاقي القطة دي، هو بيلاقيه كشكل القطة ده وهو مغمى عليه، وبيوديه البيت وبيداويه. ومن هنا بتبدأ الرحلة بتاعة البطل وشخصية كايدن، اللي بسبب طيبة البطل يعني، وانه لقى طيب القلب ونقاء مش عارف ايه والحاجات دي، قال له انا هتخذك تلميذ عندي، وبيبدأ يعلمه بقى ازاي يستخدم قوة المستيقظين بتاعته، ان البطل بيطلع مستيقظ في الاخر. المهم يعني بيكون في حد فاصل كده بين ان كايدن ده شخصية قوية جدا، حاجة كده، تخيل مثلا ليفاي من اتاك اون تايتن اتحول لقطه، ليفاي اتحول لقطه، وقاعد القطه دي قطه تخينه بقى، قطه تخينه وقاعده بتقول ايرين قوم اعمل لي شاي. تخيل بقى المسخره دي، اللي هو الهيبه والكاريزما في نفس الوقت جسم قطه تخينه بتتكلم. فهو ده المواقف اللي بتحصل وبشكل متكرر في المانهوا دي. ده غير ان هو طبعا ساعات بيجمع شويه طاقه ويرجع لشكله البشري تاني وينقذ البطل بتاعنا من مواقف كتير. فهو الميكس بين الفخامه وبين الكوميديا ده بيديك طعم مختلف وجميل جدا. فكايدن عام شخصيه لا نستطيع بنتفرج على مانهوا إليسيد علشانها اصلا، وشخصيه ما نقدرش نستغنى عنها في مانهوا إليسيد. ونخش على القطه التانيه اللي اسمها رورو من مانهوا ريفورميشن اوف ذا ديد بيت نوبل. بص يا اسطى، ديد بيت نوبل دي كان في واد بشعر اصفر كده بيجيله حلم وبيقرر ان هو يبقى سياف، من غير ما نحكي تفاصيل يعني عن شخصية البطل عشان احنا النهارده مركزين على القطط. يعني البطل هنا بيقرر ان هو يخوض رحلته انه يبقى سياف قوي جدا، فالقطه دي بتيجي وبتساعده في خلال رحلته، بتعلمه حاجه اسمها القوى الروحيه يعني في العالم بتاعه. لكن هي ليها هي بنت. اولا كايدن كان راجل، دي بنت. الطابع الكوميدي بتاعها، هي عندها قوه سحريه مثيره للاهتمام جدا. في دايما شخصيه اللي هي رفيق البطل، فالقطه دي او رورو يعني عملت هذا الدور بشكل جميل، حاجه حته كوميديه كده في وسط الاكشن والفروسيه. يعني المانهوا دي مركزه على الفروسيه والقتال ومهاره السيف وتدريب اكتر والحاجات دي. فكنا محتاجين عنصر كوميدي في الموضوع، محتاجين حد يطر علينا مثلا كده يضحكنا، محتاج شكل الرسومات اللي هي بترسمها، الاشكال اللي هي بتتحول لها، الحاجات اللي هي بتعملها، كل الحاجات دي كنا محتاجينها في النص عشان ما يبقاش الموضوع كئيب قوي يعني. وهي شخصية مضحكة بصراحة وجميلة، وليها بعض الأثر النفسي في تدريب البطل وبعض الندم ممكن تفهمه لما تقرأ المانهوا. وبرضه شخصية جميلة زودت العمل كتير وكان لازم نذكرها. تاني بقى نوع من الحيوانات، هو ما يعتبرش حيوانات بس انا هضمه تبع الحيوانات، اللي هم التنانين. التنانين المرافقين هم حاجات مشهورة جدا في عالم المانهوا. واول تنين هنتكلم عليها النهاردة هي سيلفي من The Beginning After the End.
سيلفي هي اول تنينه ممكن اي حد فينا شافها ماشيه مع البطل، مش ماشيه بطال يعني. في اتكررت كتير يعني بصراحه في المنهوات، بقت كليشيه كده ان البطل يلاقي بيضه ويطلع فيها تنين ويربيها، بس دي كانت اول مره نشوف تنين البطل بيربيه. منهوة البدايه بعد النهايه منهوة مشهوره جدا، انا مش محتاج احكي اي تفاصيل عنها، لكن كل اللي هقوله لك ان التنينه دي امها ضحت بحياتها علشان تولد هذه التنينه وتديها للبطل، والبطل بيربيها. وبعد كده الموضوع بيتطور ان التنينه دي بتكبر وبتبدا تقرا افكار البطل، والعلاقه بينهم بتبقى علاقه معقده جدا، وشخصيتها اثرت كتير جدا في الاحداث سواء على قوه البطل او شخصيه البطل، وهي كان لها دور جميل جدا في مرافقه البطل عموما. تاني تنينه معانا هي إيكيدنا اللي جايه من The Blair Who Returned 10,000 Years Later فروم هيل، البطل اللي رجع بعد 10,000 سنة من الجحيم. تنينة برضو واخدة الدور الكيوت اللطيف اللي بيمشي مع البطل وبتبقى تساند البطل ولها قوة سحرية قوية وبتساعد البطل ولطيفة وجميلة، بس احنا متعودين على هذه الشخصية وبنحب هذه الشخصية لأنها لطيفة وكأنها بنت البطل كده يعني. نسيبنا بقى من البنات نخش على شخصية موركان، مش عارف انطق اسمه صح ولا لأ، اللي هو من مانهوت سورد ماستر يونجست سون. موركان هو كان تنين الظلام، كان شخصية قوية جدا في الماضي، ولكن بسبب ان قوته اتختمت لسنين طويلة بقى ضعيف دلوقتي، وهو تنين الظلام. لكن احيانا برضه بيتاخد شكل قطة سودا برضه كده، يعني ان هو احتسب معانا قطة شوية بس هو تنين يعني، عشان عارف انت اللي هو شكله بسكوتية بس هيعورك. هو فعلا شخصية قوية جدا عنيفة جدا وفخمة جدا، وكل شوية ايه يقعد يتغزل في خدامة البطل ويقول لها فراولتي ومش عارف ايه، ويقول له حاج تكبرت بقى حاج. موركان هو شخصية يعني هو بيمثل شخصية الحامي أو المدافع عن الوريث، اللي هو البطل اللي يعتبر وريث العيلة أو الوريث السيف بتاع الظلام ده، وهو يعتبر شخص بيستحمل شعور دائما بأن هو كان أقوى واحد ودلوقتي بقى ضعيف بسبب أن قوته اتختمت. شخصيته بسيطة ومتوقعة، اللي هي الشخصية الانفعالية واللي بتبقى يعني شخصية طيبة، بس هو سريع الانفعال بسبب النقاء بتاعه اللي هو بيكتمش حاجة جواه. شخصية لطيفة، شخصية جميلة، ولكن بيختلف عن المرافقين التانيين. هو راجل عنده أهداف واضحة إن هو يحمي البطل ويزداد قوة عشان يرجع لأيام مجده تاني، وهو ما نقدرش نستغنى عنه في العمل برضه. نتكلم بقى على شوية حصنة. بص الحصنة طبعا ملهاش قصة ولا كان رفيق ولا حاجة، هو مجرد حصان في القصة ممكن يكونوا يمتازوا بالقوة بتاعتهم أو السرعة والقوة والهمجية بتاعتهم، ولكن هم مجرد حصنة يعني، بس اللي لازم أذكرهم في هذا الفيديو. أول حصان معانا من مان هو تورجريست ميرسونري. الحصان ده عليه تعابير وش أسطورية أكتر من البطل ب10,000 مرة، حرفيا هو بطل العمل ده، غير السرعة والقوة. ولما يكون بقى قتال بينه وبين حصان تاني يعني البطل بتاعنا راكب حصان والشخص اللي قدامه راكب كمان هو كمان حصان، والاتنين بيواجهوا بعض، الحصان بتاعنا ده هيظهر بشكل كاسح جدا ضد الحصان التاني. تعابير وشه يا جماعه دي تقعد تتفرج عليها كده، اللي هو متعني يا فنان اديني يا فنان، فحصان لازم نذكره يعني. الحصان التاني اللي لازم نجيب سيرته هو الحصان اللي في منهوت ستار امبارسنج سورد ماستر. ده ما بيعملش اي تعابير وش غريبه، لكن هو يعتبر حصان اسطوري في المنهوة دي، يعتبر من سلاله وحيد القرن او حاجه زي كده، ويعتبر قوي جدا وسريع جدا، لدرجة ان لو في تنين في العمل هو سرعته تضاهي سرعة التنين اللي في العالم ده، ويعتبر من اقوى الاحصنة في العالم، واختار البطل بتاعنا بس هو اللي يركبه. اخر حيوانات هنتكلم عليها هي الحيوانات بتاعت لويد فرونتيرا، زي بودينج وسوليتاس وبانجول وهامانج وبيوبونج وكامينج. كل الحيوانات دي كل واحد فيهم ليه خاصية بنائية وهتبقى مفيدة في البناء، اللي بيسهر الحديد واللي بيطلع لك ميه واللي بيحفر الارض واللي بيعمل سدود. كل واحد فيهم ليه هدف نستخدمه في البناء، ولكن هم حيوانات مخلصة للبطل بتاعنا بشكل كبير جدا وبيحبوه جدا، والكوميديا بتاعتهم وتعبير وشهم طبعا لا يستغنى عنها في العمل. بس كده يا سيدي، دي شويه حيوانات كده اثروا فيا يعني وانا بقرا المنهوات. ممكن يكون الفيديو ده مش مثير للاهتمام بالنسبه لك، لكن الحيوانات دي ممكن ما اكونش عبرت عنهم كويس، لكن كلهم مميزين وحيوانات اسطوريه بالنسبه لي. لو عجبك بقى هذا النوع من المحتوى والكلام عن المنهوة والمنهى والمانجا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام عليكم.